سلام سلام. أهلا البنات، جيتكم بروتين جديد، طلة خفيفة ظريفة كالعادة. عندي مدة ما عملتش معكم فيديو، اليوم حبيت نبارتاجي معكم هذا الروتين والوصفة الرئيسية في هذا الروتين. أبقاو للأخير، ما تراطيوش، وصفة بزاف بنينة، واش نقول لكم بنة عالمية البنات. أبقاو معايا للأخير تشوفوها. اذا عندك نص صدر تاع دجاج وجاك قليل ما لقيتي ما ديري به، تبعي الوصفه للاخير. وصفه سهله مهله، على بالي بزاف كاين اللي يجربوها وكاين اللي يديروها، لكن كل وحده تبقى والبصمه نتاعها والطريقه الخاصه نتاعها. انا اليوم جبتها لكم بطريقه سهله مهله بسيطه كالعاده. نبداو بسم الله على بركه الله، ندخلوا مع بعضنا ونصلي ونسلموا على رسول الله كالعاده، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. نبدأ وصفة اليوم كما قلت لكم، كوريات الدجاج بالسلق، غير بنصف صدر دجاج. قليت الكوكوت تاعي كما راكم تشاهدوا. أنا صراحة الكوكوت سهل لي المهمة لأني ديما مزروبة. تنجموا ديروا هذه الوصفة في المرميطة. شوية بصل، شوية ثوم، شوية ليزيبيس اختياري. أنا هنا عملت غير ملح وراس الحانوت وشويه بابريكا، نص مغرف طماطم. كما تنجموا تستعملوها وصفه مرق ابيض، انا عملتها مرقه حمراء كما تشاهدوا. حبيت نغير لاني ديما ندير لاصوص بيضاء، وعن بالي بزاف الناس يحبوا لاصوص تكون حمراء بهذه الطريقه. وكما انا عملت كمشه تاع غرفيه، كما نقولوا غرفيه، كميه قليله تاع البازلاء ولا الجلبانه. تنجموا تعوضوها ثاني بالزيتون الاخضر او الحمص. هنا لاصوص تبقى اختياري كل سيده والطريقه تاعها. الوصفه الرئيسيه كما قلت لكم، عندي نصف صدر دجاج، ما لقيت ما ندير به. هيا وكما تعرفوا الدجاج سكالوب تاعنا يجي ناشف ويجي ما في حتى بنا كي نطيبوه هكاك عادي ولا نقليوه. هيا قلت نغير. كان عندي شويه سلق، ذبلته غسلته اكيد وقطرته، ذبلته في شويه زيت في المقله. ما صورت لكمش المقطع باش ما يجيكمش طويل. وضفت له نصف صدر دجاج وشويه بصله وسنه ثوم، وفي الاخير اكيد ضفت لهم المعدنوس وشويه ملح. لي زيبيس ثاني اختياري، انا ما درتش فيه لي زيبيس لانه لي زيبيس بزاف يومي البنات ثاني راهم يضروا. اي حاجه تزيد على حدها اكيد عندها نتائج سلبيه. لازم نديروا ليكيليبر تاعنا. انا المرق درت فيه لي زيبيس، اسكالوب ما داويتو غير بحوايج طبيعيين كما السلق والبصل والثوم. وكما قلت لكم في الاخير المعدنوس عطاوهوش نقول لكم واحد البنه هايله. وجاو طريين هاد الكوريات باش نقول لكم طراوه غير طبيعيه. انا اخترت اني نرمدهم في الفارينه، كورتهم بهذا الشكل. وشوفوا كيفاه جات وصفه زاكيه. لي بولات تاعي ولاو كميه كبيره كي زدت لهم يعني البصل والمعدنوس والسلق. كما نعرفوا ثاني اللي عندها الاولاد ما ياكلوا لهاش السلق، ننصحكم بهذه الوصفه البنات والامهات. لولادكم مش راح يفيقوا كامل باللي السلق يحطوه بلي راهو معدنوس ولا دبشه. هذا مكان. هذه هي وصفه اليوم، سهله مهله. بعد ما رمضتهم في هذيك الفارينه، تنجموا هذه خطوه اختياريه كما نقولوا، ترمضوهم في الفارينه وتقليوهم. تنجموا تلوحوهم ديريكتومون في لاصوص، يعني الناس اللي ما تحبش تقلي تيفيتي الزيت. انا اليوم كي عاد راح اصور لكم، قلشتهم اسيدي صورت لكم. عندي مده ما صورت لكم، قلت خليني نصور حبيباتي وندير لهم فيديو وروتين متنوع. ان شاء الله يعجبكم هذا الروتين. شوفوا الجلبنه تاعي ما بربع ساعه. قلت لكم الكوكوت عندها فوائد كثيره صراحه، انا تساعدني بزاف في نهاري. ربع ساعة طابت زبدة صراحة. وهذاك المرق باش نقول لكم جات خاثرة لاني ما كثرتش الماء، وجات بنينه كيما نحبها انا. وكي نزيد نحط هذوك لي بولات نحطهم غير 5 دقائق يتغلاو. هذا ما كان يديو هذيك البنه. كيما نعرفوا الدجاج ما فيهش الروح، يعني 5 دقائق كملت يابو في هذيك لاصوص لاني قليته من قبل على نار متوسطه. وهنا تشوفوا الطبق تاع نهار اليوم ووصفه اليوم في طبق التقديم. كيما راكم تشاهدوا زدت له رشه تاع معدنوس اللي عطاتو بها اكيد العين تاكل قبل الفم. واش نقول لكم، وصفه هايله كيما تشاهدوا. وتنجموا ثاني هاد الكوريات تاع السلق بالدجاج ولا الدجاج بالسلق
تقدموه بهذه الطريقه مع الارز. الناس اللي تحب الاكل الصحي وما تحبش تكثر، دير شويه رز ابيض ولا رز بالكركم والتوابل وترافقوا مع هذه الصلصه، اكيد راح يجي. واللي وصلت هنا وعجبتها الوصفه وعجبها الفيديو، ما تنساناش بدعوه وباللايك وبالتعليق الجميل ان شاء الله. ومع استراحه القهوه دائما نهز لكم يعني في الروتين تاعي تاع الويكاند اللي فات، لانه ما قعدتش باش ندير المونتاج صراحه، هذا وين كتب ربي. كانت استراحه قهوه مع مرت خويا وامي، وش نقول لكم هايله. عيطت لنا مرت خويا دارت لنا قهوه، وش نقول لكم تلمينا. كانت قاعده بالطبع ما شاء الله. انا كما تعرفوني قهوجيه، شربت قهوه ودارت لنا هذيك المسكوتشو ولا الكيكه، وش نقول لكم مسكوتشو بالطبع جا هايل خفيف. قسمت لكم منه كقطعه باش تشوفوا. انا كنت درت معكم مسكوتشو بالبرتقال، دوك نخلي لكم الوصفات ان شاء الله في صندوق الوصف ولا في التعليق المثبت. الناس اللي تفتش على الوصفات هذو، ولا خليوا لي في التعليقات واش من وصفه حبيتوا، نخلي لكم الرابط باذن الله. وهنا كنت متشهيه بيتزا محروقه كما هذه ياك تعرفوني نحب غير الحاجه المحروقه، لاني الكوزينير تاعي صراحه ما طيبليش البيتزا بهذا الشكل اللي نحبه انا. كنت كليت بيتزا محروقه البرا مشروقه كما راكم تشاهدوا. وعيطت لبنتي قلت لها ديري انتي العجينه لو تو اللي نروح انايا دوك نجيب معايا لاصوص تاع الطوماط تاع لاصوص. راحت لي الهضره، هضرت بزاف يا محاينك. لاصوص طوماط تاع البيتزا واجده. قلت لها ما تعبيش روحك، ديري غير لاباط وانا درك نجي نخدمها. بارابور ليها هي كتجربه لانها صغيره ومش موالفه طيب. قلت لها تستاهلي 8/10، ناقصه شويه العجينه تاعها. زعما تبعت الطريقه تاعي كيما فاهمه الفات تشوفني نديرها. دوك نخلي لكم روابط الوصفات تاعي انا اللي ناجحين تاع البيتزا، نخليهم لكم في التعليق المثبت. خاصه واحد الوصفه كنت درتها معكم في رمضان اذا شفيتوا، البنات القدم هايله والبنات الجدد. دوك نخلي لكم الرابط. ما تنساوش فقط الاشتراك في القناه والدعم باللايك والتعليق كما قلت لكم، واش عجبكم واش ما عجبكمش. المهم درت لهم بيتزا، هما يحبوا البيتزا هذيك صراحه جات خشينه قد ما رققت انايا، راني نرقق فيها بالعاني لاني على بالي راح تزيد تطلع. حليتها في لي بلا هكذا. درت لهم بيتزا سامبل يعني واش كاين عندي غير بالفرماج ولا صوص طوماط وشويه طون، هذا ما كان. وجات هايله صراحه. المهم تعشاو بها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ما تنساوش البنات دائما دعاء الاكل كي تكملوا، لانه ربي يحفظ النعمه ويزيد لنا اكيد، لانه اللي ما يحمدش ربي تزول النعمه. نحمد ربي على كل شيء، على المليحه وعلى القبيحه الحمد لله دائما وابدا. كان هذا هو روتيني تاع نهار اليوم، وصفاتي تاع نهار اليوم خفيف ظريف. ان شاء الله يعجبكم الفيديو كما قلت لكم، وخليوا لي دائما ارائكم في الخاص ولا في التعليقات واش تحبوا وصفات واش تحبوا. واسمحوا لي كي نطول عليكم الغيبه، انشغالات الدنيا هاكو تعرفوا. الحمد لله دائما وابدا. انتم سالمين. الى فيديو اخر.